تفتكروا الصح إيه؟ بنت تختار الراحة مع العريس ولا تسمع كلام أهلها وتسيب الموضوع يبوظ؟ واحدة بتحكي وبتقول أنا تقدم لي شاب محترم جدا، أول ما قعد معايا قال لي أنا اخترتك عشان أخلاقك وسمعتك الحلوة بين الناس، مش عشان انتي بنت مين أو أهلك معاهم إيه. كلامه ريحني جدا، خصوصا لما وضح إنه هيجيب شبكة بسيطة على قد مقدرته وهيجهز البيت باللي يقدر عليه، وقال ما تكلفوش نفسكم فوق طاقتكم. أنا بصراحة حبيته لأنه واقعي وطموح وكنت شايفة معاه مستقبل. لكن هنا بدأت المشكلة، بابا لما سمع الاتفاق رفض وقال لا، لازم الشبكة تزيد، أقل من كده ما ينفعش. العريس حاول يشرح إنه مش قادر يزيد، لكن والدي أصر. الموضوع اتعقد، ولما العريس شاف إصرار بابا قال ماشي يا عمي، لو حضرتك زودت الذهب يبقى من حقي أطلب حاجات تانية للبيت. وفجأة قلبها طلبات كتير، تلاجة كبيرة، تكييفات، غسالات، حاجات صعبة جدا. دلوقتي أنا واقعة بين نارين، بابا شايف إن ده حقه وكرامته، وأنا شايفة إن العريس شخص كويس وعايزاه، بس لو فضلنا كده الخطوبة ممكن تتفركش.